عرفنا ان انتم يعني ستتقدمون باحتجاج رسمي عن هذه الاشاره لمحمد بركات لاعب النادي الاهلي. والله النهارده احنا لما شفنا هذه اللقطه يعني حتى ما صدقناش، قعدنا نشوفها مره واثنين. نعم. كفرادة احنا لسه ما قعدناش كلنا كمجلس يعني مع بعض. نعم. لكن انت حضرتك عارف امبارح كانت مباراه يعني جميله جدا. نعم. وحضاريه يعني من الجمهورين طبعا. وكنا قبليها كمان كنا بنناشد المسؤولي الناديين والاعلام وكل المسؤولين على مختلف المستويات، كانت بتناشد الجماهير ان هي المباراه تخرج في ثوب حضاري. نعم. ففوجئنا بان يعني احد اللاعبين العناصر المهمه في النادي يعني تهين جمهور الزمالك وتثيره بالمنظر اللي حضراتكم شفتوه. نعم. نعم. وده مرفوض تماما يعني. نعم. البعض بيقول ان الناحيه دي كان موجود جمهور الاهلي يا سياده اللواء. يعني معقوله ديت هيعملها الجمهور الاهلي؟ يعني هل تعقل ديت يعني يعمل لجمهور الاهلي كده؟ لا هو طبعا هيبقى مقصود بقى جمهور الزمالك، طبعا مش مقصود بقى جمهور الاهلي. اكيد طبعا اكيد. انتوا هتتقدموا باحتجاج رسمي بكره حتى لو فرضنا ان هو مش هنا ولا هنا اخلاقيا. نعم. ما تتعملش الحركه دي في ملاعبنا خالص يعني. تمام. انتوا هتتقدموا باحتجاج رسمي ان شاء الله باذن الله. احنا بكره هنقعد مع بعض كمجلس اداره عرفنا من الكواليس ان انتوا اجريتوا اتصال. بعض الاعضاء ما شافوش الموضوع ده، فطبعا هيشوفوه والقرار للمجلس. هو على فكره ده احنا جايبينه من شريط المباراه، يعني من الشريط الرسمي بتاع المباراه، مش من أيوه. مش من كاميرا خاصه يعني. أيوه. انما سياده اللواء عرفنا من الكواليس ان انتوا اجريتوا اتصالات ببعض عناصر او اعضاء من اللجان ومجلس اداره اتحاد كره القدم لاستبيان الامر. حقيقه ذلك؟ لا ما اعرفش، ما احنا لا ما اتكلمناش في الامور دي خالص ان احنا نكلم حد يعني. احنا والله دوت هنقدمه هذا الشريط نقدمه لاتحاد الكوره لياخد بقى قراره. انتوا هتطالبوا بايه؟ باتخاذ قرار معين ومحمد بركات ولا احنا عاوزين المساواه يا كابتن، المساواه. نعم. حتى لو فيها ظلم، المساواه في الظلم عدل. نعم. المساواه. نعم. عموما نفس هذه الاشاره اوقف بسببها محمد ابراهيم مدرب عام نادي اتحاد الشرطه لنهايه الموسم. بالظبط كده. نعم. وكانت ايضا لجنه الانضباط اخذت بالفيديو التلفزيوني وليس لجنه المسابقات اللي اتخذت القرار. مظبوط. نعم. شكرا جزيلا اللواء صبري سراج عضو مجلس اداره نادي الزمالك. ونتذكر برضه كانت اجوجو لاعب نادي الزمالك في الموسم الماضي قام بنفس هذه الاشاره لاحد زملائه وتم ايقافه اعتقد يمكن 3-4 مباريات او مش فاكر كان الايقاف قد ايه. لكن في النهايه محمد بركات لاعب كبير لا يجب ابدا ان يصدر منه هذا الفعل غير الاخلاقي. محمد بركات احنا اخترناه من نجوم المباراه وانا عن نفسي كنت معجب بيه جدا لما اصطدم هذا الالتحام العنيف مع احمد غانم سلطان والحكم ما شافش، قام هو على طول طلع الكره اوت لانه حاسس ان هو فعلا التحم بيه بعنف شديد جدا. لكن هي شيمه الرجال دائما والناس اللي عندهم اخلاق رفيعه، هو بيشعر بزميله حتى لو في الفريق المنافس، طلع الكره على طول رمي التماس وبعد كده جري على احمد غانم سلطان يطمئن عليه. لكن يا بركات ما يصحش ابدا على الاطلاق ان تقوم بهذه الحركه لانها حركه مشينه ولا تليق لا باسمك ولا بالقميص الاحمر العريق الذي ترتديه ولا بجمهور الاهلي حتى العريق والمحترم ولا جمهور الزمالك العريق والمحترم ولا بمكانه المباراه مباراه القمه التاريخيه ولا مكانتك انت نفسك كلاعب كبير ولا كتاريخ عريض وانت من افضل اللاعبين اللي انجبتهم الملاعب المصريه على مدار تاريخها. لكن هو جانب اخلاقي مشين. اتحاد الكوره هنا لابد ان ياخذ موقف، هل سيكيل بمكيالين ام سياخذ موقف حقيقي؟ الحقيقه انا حاولت الاتصال بالمستشار سامر ابو الخير لاجراء مداخله معه ورئيس لجنه الانضباط عشان نشوف رايه في الموضوع. هو عنده الحقيقه ارتباط مهم جدا في الوقت الحالي، اعتذر عن المداخله لكنه اكد قال لو الصوره من شريط المباراه مش من كاميرا مستقله خارج شريط المباراه لجنه الانضباط هتدرس الصوره جيدا، ولو فعلا الصوره اثبتت ان صباع اللاعب الاوسط تحرك ناحيه الجماهير في اشاره غير لائقه سيتم ايقاف محمد بركات، لكن قال المده طبقا للي يتم الاتفاق عليه خلال اجتماع لجنه الانضباط.